بقولك ايه؟ في مقولة بتقول ابنك هيطلع زي ما انت عايش، مش زي ما انت عايز. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان ابنك هيطلع صورة مصغرة عنك، عن البيئة والمحيط اللي هو عايش فيه. هو بيعكس مرايتك ومرايتك، اللي بيشوفه منكم هو اللي بيصدره ليكم. يعني طول الوقت ممكن نكون احنا بنعلم اولادنا حاجات حلوة تتزرع فيهم علشان تبقى موجودة، زي وطي صوتك، احترم نفسك، خلي اسلوبك حلو، ما ينفعش تشتم، ما ينفعش تزعق، بلاش تتعصب. انا بطلب منه حاجات يمكن انا نفسي ما بعملهاش. يعني لما ابقى انا اب او ام طول الوقت بتعامل مع اطفالي باسلوب مش كويس، بعصبية، بزعيق، بعدم احترام، طب انا كده هنا بعمل ايرور لدماغ طفلي. هو هيجيب منين الصورة اللي انا بطلبها منه فيها احترام لما انا نفسي مش بقدمها؟ ابني صورة مصغرة عني وعنك، فلازم تبقى مركز كويس قوي في اللي انت بتقدمه عشان تلاقي كمان انت المخرجات اللي انت عايزها من ادب، من احترام، من تقدير. ما ينفعش تبقى بتطلب المستحيل من ابنك وانت مش قادر تقدم له الممكن. خلوا بالكم لان اولادكم امانة في رقبتكم، والاطفال اللي موجودين النهاردة بكرة هيبقوا رجالة وستات وبيفتحوا بيوت. فلازم نطلعهم اسوياء نفسيا علشان لما يطلعوا للمجتمع بره ما يقولوش الله يسامح اهاليهم على تربيتهم، يشكروا في التربية دي. خليك انت الخيار الحلو والصح لابنك ولبنتك، لان هما ما كانش ليهم يد في اختياركم، فخليكم انتوا الاختيار الحلو اللي موجود في حياتهم. دايما حطوا كل ما هو حلو وقدموا احسن ما عندكم، بغض النظر عن الحياة وطبيعة الحياة اللي انتوا عايشينها. ولا ايه؟